لو بتعمل العادات دي كل يوم فأنت حرفيا بتخلي نفسك تبان أقصر، أضعف وأقل جاذبية من غير ما تاخد بالك. والعادة رقم 7 بالذات هي اللي بتخلي جسمك ينكمش سنتي سنتي كل يوم. كمل للآخر علشان تفهم. خليني أقول لك حاجة يمكن عمرك ما ركزت فيها قبل كده. شكلك مش بيتحدد بس بالجينات أو لبسك أو حتى جسمك. شكلك بيتحدد بعادات صغيرة جدا بتكررها كل يوم من غير ما تفكر. العادات دي بتشتغل ضدك في هدوء، وكل يوم بيعدي بيزود التأثير شوية لحد ما فجأة تبص لنفسك وتحس إن في حاجة اتغيرت. وقفتك بقت أضعف، طولك الظاهري قل، وثقتك بنفسك بقت أقل من غير سبب واضح. وأول عادة من دول للأسف أغلب الناس بيقعوا فيها من أول لحظة في يومهم. أول ما تصحى تمد إيدك على الموبايل وتبدأ تنزل راسك لتحت وتغرق في الشاشة. الحركة دي شكلها بسيط جدا لكنها كارثية على المدى الطويل، لأنك في اللحظة دي بتحط ضغط كبير جدا على رقبتك وبتعود جسمك على الانحناء. ومع التكرار اليومي جسمك بيتبرمج على الوضعية دي. كتافك بتقفل لجوه، ظهرك يقوس، ورقبتك تتقدم لقدام، وتبدأ تدريجيا تبان أقصر وأضعف حتى لو أنت في الحقيقة غير كده. والمشكلة الأكبر إنك مش بتلاحظ التغيير ده غير بعد فترة طويلة، لما تشوف صورة قديمة ليك وتستغرب الفرق. وبعدها تيجي عادة تانية بتكمل على اللي قبلها، إنك بتأجل شرب المية. جسمك بعد ساعات النوم بيكون محتاج ترطيب فوري، لكن لما تتجاهل ده الدورة الدموية بتبقى أبطأ، وبشرتك بتفقد نضارتها، ووشك بيبان مرهق وتعبان حتى لو أنت نايم كويس. وده أول انطباع أي حد بياخده عنك، وصدقني الانطباع الأول بيفرق أكتر مما تتخيل. تفصيلة صغيرة زي كوبايتين مية أول ما تصحى ممكن تخلي وشك أهدى، عينيك أنضف، وشكلك كله أنشط. لكن العادات الغلط بتكمل، لأن كتير من الناس بيقوموا من السرير بطريقة عشوائية جدا. حركة سريعة أو لف غلط بتضغط على العمود الفقري وهو لسه خارج من حالة راحة، ومع التكرار ده ممكن يسبب شد في العضلات أو إحساس بعدم الراحة طول اليوم. بينما لو قمت بهدوء ووعي بسيط بتدي جسمك فرصة يبدأ اليوم بشكل مظبوط. وبعدها تدخل في عادة تالتة ناس كتير ما بياخدوش بالهم منها، إنك ما بتتحركش خالص. أول ما تصحى جسمك بيكون مشدود بعد النوم والعضلات محتاجة تفك، لكن لما تفضل قاعد أو تمسك الموبايل التصلب ده بيكمل معاك، فتلاقي نفسك طول اليوم واقف بشكل مقفول، كتافك داخلة لجوه وحركتك محدودة. وده بيأثر جدا على شكلك العام. لكن مجرد دقيقتين ستريتشنج خفيفة ممكن تفتح جسمك وتخليك واقف بشكل مستقيم وطبيعي أكتر. وبعد كده عادة ناس كتير بيستهينوا بيها، إنهم بيقضوا أول ساعة في يومهم في خمول أو في ضلمة، وده بيخلي جسمك لسه مش مستوعب إن اليوم بدأ. طاقتك بتفضل منخفضة وحركتك تقيلة وشكلك باهت. لكن أول ما تاخد شوية شمس بسيطة جسمك بيبدأ يصحى فعلا، بشرتك تتحسن، طاقتك تعلى، وحتى تعبيرات وشك تبقى فيها حياة أكتر. وبعد كل ده تيجي عادة أخطر شوية لأنها بتأثر على كل اللي فات، العشوائية. لما يومك يبقى من غير نظام، من غير روتين، من غير ترتيب، ده بيخليك دايما تايه شوية. ومهما حاولت تبان واثق الإحساس ده بيظهر عليك في مشيتك، في وقفتك، في طريقة كلامك. لكن لما تبدأ يومك بخطوات بسيطة ثابتة ده بيديك إحساس بالسيطرة، والإحساس ده بيبان عليك فورا وبيخليك تبان شخص أقوى وأهدى. وكل العادات دي رغم إنها مهمة إلا إن في عادة واحدة هي اللي بتحدد النتيجة النهائية لكل حاجة، ودي اللي أغلب الناس بيهملوها: النوم. مش بس عدد الساعات لكن طريقة النوم نفسها، لأن أثناء النوم جسمك بيحاول يصلح كل الضغط اللي حصل عليه طول اليوم. العمود الفقري بيرجع لوضعه الطبيعي، العضلات بترتاح، والجسم بيعيد توازنه. لكن لو بتنام بوضعية غلط أو بمخدة عالية جدا أو نومك متقطع جسمك مش بياخد الفرصة دي، وبدل ما تصحى مرتاح بتصحى مضغوط، ظهرك مقوس، رقبتك مشدودة، ووشك مرهق. ومع التكرار التأثير ده بيتراكم وفعلا بيخليك تبان أقصر وأكبر في السن. والأسوأ من كده إن العادة دي ممكن تضيع تأثير أي مجهود تاني. ممكن تتمرن، تاكل كويس، تحاول تحسن نفسك، لكن طول ما نومك غلط النتيجة مش هتظهر بالشكل اللي انت عايزه. وعلشان كده التغيير الحقيقي مش بيجي من حاجة واحدة كبيرة، بيجي من مجموعة عادات صغيرة بتتعدل واحدة واحدة.
أول ما تصحى ابعد عن الموبايل وخلي رقبتك مستقيمة. اشرب مية علشان ترجع لجسمك توازنه. اتحرك حتى لو دقيقتين. خد شوية شمس. حاول يبقى عندك بداية ثابتة ليومك. والأهم من كل ده ظبط نومك وخلي جسمك ياخد فرصته إنه يصلح نفسه. ومع الوقت هتلاحظ فرق حقيقي، مش بس في شكلك لكن في وقفتك، في طاقتك، في إحساسك بنفسك. وهتبدأ تشوف النسخة الأقوى منك بتظهر واحدة واحدة. فدلوقتي قول لي، إيه أكتر عادة من دول أنت بتعملها كل يوم من غير ما تاخد بالك؟ ولو وصلت لحد هنا يبقى أنت فعلا مهتم تغير. فاعمل لايك واشترك علشان اللي جاي هيخليك تبص لنفسك بشكل مختلف تماما.